لو انت واحد بيسأل اكل ايه بعد التمرين، هل اكل كارب ولا بروتين؟ الفيديو ده ليك، يلا بينا نتكلم. اهلا وسهلا عليكم يا جيماوي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد عواد. لو انت اول مره تشوفني هنا في القناه بنتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بتمرينك وبصحتك وبتغذيتك. من الاخر هتعمل فورمه، يعني هتعمل فورمه. موضوع حلقه النهارده عن هتاكل ايه بعد التمرين. هل ناكل نشويات اللي هي كارب بسيط بمعنى اصح، ولا ناكل بروتين؟ عشان الموضوع ده فيه معلومات غلط كتيره جدا جدا بتتقال، فاحنا عايزين نقسم الحلقه لشويه نقط. اول حاجه عشان نعرف ناكل ايه بعد التمرين، اول حاجه هدفنا، تاني حاجه طبيعه جسمنا، تالت حاجه شدة تمريننا ومستوانا في التمرين عامل ازاي. لو انت واحد لسه لحد النهارده مقتنع انك بعد التمرين لازم تاكل كارب بسيط سريع الامتصاص عشان تملى مخازن الجلايكوجين اللي انت فضيتها في التمرين، تبقى غلطان. اقول لك ليه. اول حاجه، مخازن الجلايكوجين اللي في جسمك دي محتاجه مجهود كبير جدا ومحتاجه وقت طويل جدا عشان تفضى. بالنسبه لاول حاجه المجهود، انت محتاج حوالي 2000 سعره تحرقهم في التمرين وفي الجيم عشان تقدر تخلص مخازن الجلايكوجين كلها، والرقم ده استحاله انك تحرقه في التمرين، استحاله. لازم بس نبص على الجدول ده كده. بص معايا على الجدول اللي هحطه لك ده دلوقتي. ده مديلك الكالوري اللي انت هتحرقها في مده 30 دقيقه. اول حاجه الوايت ليفتنج جنرال، هناخد مثلا اول بند انك بتشيل حديد. انت دلوقتي وزنك اللي هو ال 185 باوند، ده 185 باوند لو عايز تحولهم للكيلو جرام هتقسم ال 185 على 2.2 هيطلع لك في حدود 85 كيلو. لو انت واحد 85 كيلو قعدت نص ساعه تتمرن شيل حديد هتحرق 133 كالوري. هنقول انك اتمرنت ساعه، هتاخد ال 133 دي تضربها في 2. بعد ساعه شيل حديد وتمرينات مقاومه، بعد ساعه هتقوم طالع مثلا على اللي هو الستير ستيب ماشين، ده اللي هو الدرج بمعنى اصح، تعمل لك كارديو ساعه. هنا كاتب لك 266 كالوري في ال 30 دقيقه. اول 266 في 2 يبقى انت 266 في 2 و133 في 2، ده انت كده بتتمرن ساعتين. الساعتين دول بقى هيدوا لك كام كالوري؟ حوالي 800 كالوري. يبقى انت قعدت ساعتين في الجيم كارديو وتمرينات مقاومه، ما حرقتش غير في حدود 800 سعره حراريه. عشان تفضي مخازن الجلايكوجين اللي في جسمك استحاله تفضيها في التمرين. دي بالنسبه لاول حاجه. تاني حاجه، عشان جسمك اصلا يخلص مخازن الجلايكوجين اللي فيه، انت بتبقى لو ماشي على نظام الصيام المتقطع بتبقى محتاج لك حوالي 12 ساعه صايم عشان تخلص مخازن الجلايكوجين. فمش بمجرد نص ساعه تمرين مخازن الجلايكوجين اللي في جسمك هتخلص. يبقى دي كده اول اسطوره هنحطمها النهارده، انك بعد التمرين مخازن الجلايكوجين اللي في جسمك كلها بتفضى. مفيش الكلام ده يا شباب. طب احنا دلوقتي خلصنا التمرين، نعمل ايه؟ ناكل بروتين على طول ولا هنعمل ايه؟ هنقسم بقى دلوقتي على حسب هدفك وعلى حسب طبيعه جسمك والحاجات دي. دلوقتي اول حاجه، لو انت واحد وزنك مليان وعايز تخس وهدفك انك تخس، استحاله بعد التمرين تروح تاخد كارب بسيط. الكارب البسيط ده هيعمل كذا حاجه في جسمك. اول حاجه هيعلي معاك الانسولين. الانسولين ده لما بيعلى جسمك بمعنى اصح كده هيخزن دهون وهيبطل يستخدم الدهون كمصدر طاقه رئيسي. ده بالنسبه لهرمون الانسولين. تاني حاجه جسمك هيضر بيها لو انت خدت الكارب البسيط، ان جسمك هيبطل يفرز هرمون النمو اللي هو جي اتش. انت بعد التمرين جسمك بيكون بيفرز هرمون الجي اتش باكبر صوره ممكنه. انت لما بتاخد كارب بسيط كده انت بتوقف شغل الجي اتش في جسمك. الجي اتش ده بقى بيعمل ايه؟ اقوى هرمون حارق دهون على وجه الارض. تاني حاجه بيساعد جسمك انه بيخلق بروتين بشكل احسن. عرفت انت كده بعد التمرين لما بتاخد كارب ايه اللي بيحصل؟ هتعلي الانسولين. الانسولين ده هيشتغل ضد الجي اتش. الجي اتش ده انت محتاجه بعد فتره التمرين لو انت واحد محتاج ينزل دهون. تاني حاجه، لو انت تمرينك مش قوي ومش تمرينة رجاله، ما بتخش الجيم تهزر، تقعد تلعب في الموبايل، تخش تلعب باوزان اي كلام، ما بتلعبش كارديو، بتخلص تمرينك كله في نص ساعه، ساعه الا ربع وتقوم مغير وماشي، ما ينفعش بعد التمرين تاخد كارب بسيط. الكارب البسيط هيضرك مش هيفيدك. بالنسبه لاول حالتين انا ذكرتهم، بعد التمرين ما ينفعش ياخدوا كارب، ينفع ياخدوا بروتين سريع الامتصاص، ويفضل يكون ايزوليت. اي بروتين بقى سريع الامتصاص عندك، تمام؟ ده بعد التمرين على طول. بعدها بقى بساعه ممكن تدخل الكارب عادي جدا، تكون الساعه دي استفدت بيها من الجي اتش. تالت مثل معانا، لو انت واحد بيدور على الضخامه، لو واحد بيدور على الضخامه العضليه، واحد رفيع عنده نحافه عايز ضخامه في اسرع وقت، بعد التمرين على طول مسموح لك في الوقت ده انك تاخد كارب بسيط. النقطه دي هتفيدك جدا في الوصول لهدفك باسرع وقت. انت كده واحد
ما بيدورش ان هو يحرق الدهون اللي في جسمه، محتاج يضخم. كده اكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب الحلقة تكون فادتك بأي معلومة، وتكون غيرت لك أي معلومة غلط في دماغك. الكلام اللي أنا بقوله لك ده عن دراسات وعن علم. ما تنساش في آخر الحلقة لو الحلقة عجبتك ادي اللايك التمام، اشترك في القناة لو مش مشترك، أيوة الزرار الأحمر اللي تحت ده اشتراك، انزل دوس عليه ودوس على اللايك وفعل الجرس عشان أول ما انزل حلقة جديدة تجيلك. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام. عن دراسات وعن علم، انا ما بجيبش الكلام من عند امي. انا الكلام اللي بقوله